سلام سلام البنات، ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو بخير. مرحبا بكامل انضموا لي في قناتي. نشكركم بزاف بزاف على الدعم والاشتراك. ان شاء الله تنال اعجابكم كل وصفاتي. ما تنسونيش تشجيعي بالتعليقات واللايك. ففيديو تاع اليوم حبيت نشارك معكم هذا السفلي درته للعشاء، قلت نشاركه مع اصدقائي باه يستفادوا من الوصفه. هذا السفلي يجي بزاف بزاف بنين، كما راكم تشوفوا بعجينه هشه بدون بيض، تجي بزاف يعني مليحه مثل المحلات، تقول يعني اللي كيما نشريو من برا. هنا راني وريتلكم من داخل بلا صوص بيشاميل، تجي بزاف بنينه بدون تعقيدات. في مقلاة نديرو ربع صدر الدجاج، نقليوه مليح في الزيت مع التوابل، ملح، فلفل اسود، فلفل احمر، شويه تاع الكزبر، تحبوا ديروا له شويه تاع كمون، شويه ثوم بودره. اللي ما عندوش ثوم بودره دير فص ثوم عادي وتربيه، ونبقاو نحركوا فيه حتى يطيب لنا مليح هذا الدجاج ويحمر شوي. انا هنا الدجاج تاعي طيبته مع البصله. هذا السفلي راح يعجبكم بزاف متاكده، وراح تدعيوا لي بالخير. ننصحكم انكم تجربوا العجينه، خاصه العجينه تاعو. العجينه تجي بزاف هشه تذوب في الفم، ما تحسولاش خلاص، وتجي رقيقه يعني ما تجيش مهبره من داخل، ما تجيش معجنه. تبعوا فقط الفيديو للاخير هكذا تتبعوا كامل الخطوات وتنجحوا فيه. جيت قطعت هنا بصله، انا درت هنا شالوت، ثم ديروا اللي عندكم. انا درت حبه واحده كبيره شويه. نقليوها مليح حتى ثاني تذبل بالطيب. لا شفتوها ناشفه تاعي ناشفه، زدت لها شويه برك الماء وغطيتها وخليتها طيب حتى طابت مليح. طبعا حتى نقليو مليحه البصله مع الدجاج باه ندير لها شويه تاع ماء ونغطيو عليها المغط حتى تشوفوها طابت وحمرت ونشفت تماما. لازم هنا تكون ناشفه باه كي تحطوها في العجينه ما تعجن لكمش وما تجيكمش معجنه. من جهه اخرى هنا راح نديروا لها لاصوص طوماط، لان نحيت حبه تاع بصله، عفوا حبه طماطم كبيره، نحيت لها القشره ورحيتها مع شويه تاع دبشه، حيتها في الروبو، ودرت لها هنايا شويه تاع زيت زيتون، ملح وشويه فلفل احمر. نخليوها حتى تتقلى مليح وتنشف. هنا نضيفوا لها شويه تاع الماء، انا ضفت لها كيما نرحيتها، وهنا شويه يعني ملعقه صغيره طماطم مصبره من حتى تنشف. وهنا من جهه اخرى قليت بطاطا قطعتها مربعات صغيره وقليتها عادي، درت لها الملح وقليتها. نجيو هنا نحضروا العجينه. عندي ربع كيسان تاع فرينه، ربع كيسان يعني معمرين تاع فرينه. ايضا انا عندي ايضا هنا نصف ملعقه ملح، ملعقه كبيره خميره الخبز، عندنا نصف ملعقه سكر. نخلطوا المكونات مليح مع بعض، وراح نضيفوا هنا ايضا الزيت. وعفوا قبل ما نضيفوا زيت ضفت هنا ملعقه كبيره حليب بودره، يعني اللحظه هي اللي راح تعطي الطراوه للعجينه هذه وخفه. عندي هنا ربع كاس تاع الزيت، ندخلوا هذاك الزيت مليح مع الفرينه تاعنا حتى تولي مرمله، وباه نضيفوا الماء الدافئ ونلموا العجينه. شوفوا هنا نديروا بهذه الطريقه، نخلطوا الزيت تاعنا مليح مع الفرينه باه ما يقعدوناش حبيبات، وكي نلموهم يقعدوا هكذاك ما يتحلوش. وهنا نضيف الماء الدافي غير بشوي بشوي، ونلموا العجينه بشوي، نلموا العجينه ما تكثروش الماء مره واحده ومن بعد تحلحل العجينه. هنا نلموا العجينه غير بشوي بشوي. هنايا درت على سطح العمل ونكملوا نعجنها، مش بزاف نعجنها قيس ما تتلم برك. هنا العجينه ما تكونش يابسه، تكون شويه تلصق في اليد، مش بزاف لكن تكون طريه. نديروها تخمر هنا حتى يضاعف الحجم تاعها واحد نص ساعه هكذاك. نغطيوها بالمنديل. بعد ما مروا نصف ساعه بعد ما خمرت، هنا نرشوا شويه فرينه ونديروا هنا العجينه تاعي درتها كريات. انا درت هنا 10 كريات باه يجيو لي سفلي متوسطين، ما يجيو كبار ما يجيو صغار، يجيو مليح مقدرين برك. وهنا نشكلهم كويرات صغيره ونخليهم يزيدوا يربوزي واحد 10 دقائق باه كي نجيو نحلوهم يعني يتحلوا، ماشي حنا نحلو فيهم وما يوليو. نخليهم مليح يخمر كيما قلت لكم واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. هنا بعد مرور 10 دقائق، هنا بعد ما ربوزاو انا بديت ندير بالوحده. نرشوا الفرينه ونديروا نرشوا الفرينه ونكسلوا العجينه تاعنا بهذا الشكل. نكونوا وجدنا طبعا بلاطو، فرشنا بورق الزبده وشعلنا الفور ايضا على 200 درجه يحمى مليح. ما بين وجدنا لي سوفلي
ندخلهم مباشره يطيبوا بلا ما نخليهم يزيدوا يخمروا. درت هنا لاصوص طوماط هي الاولى بشاميل كنت حضرتها معاكم، راح نخلي لكم رابط وزدت شويه نفدتكم بالوصفه على السريع. درت ملعقه كبيره زبده مخلطه مع الزيت، نديروا عليها مغرفه مملوءه بومبي تاع فرينه ونخلط نحركوها مليح في الطابه حتى تذوب هذيك الفرينه مع الزيت والزبده مليح. ومن بعد نضيفوا الكاس الاول تاع الفرينه نخلطوا حتى تزيد تذوب هذيك الفرينه. نديروا كاس حليب ونزيدوا الكاس الثاني من الحليب، يعني درت 2 كيسان تاع الحليب. نخلطوا مليح حتى تعقد. بعد ما تعقد نحيوها على النار، نضيفوا لها فلفل اكحل والملح والفرماج. لا عندكم من الاحسن عندكم فرماج زيدوا لها فرماج. انا درت لها غير 2 قطع هنا فرماج صغار بورسيون صغار وراهي واجده معكم. وهنا نزيدو نديروها فوق الحشو، راح تزيد لكم في البنه ويجيكم داك السوفلي طري ومشمخ، ما يجيكمش يابس وحاش فاضل. نكملوا كامل الحبه تاع السوفلي بنفس الطريقه. بعد ما نكملوا كامل بعد ما نخلصوا نديروهم كامل بالبلاطو، راح ندهنهم بصفار تاع البيض. انا درت صفار البيض ما خلطلوش البياض، صفار فقط. ضفت له شويه تاع الزيت شويه تاع الحليب وشويه تاع خل باش تروح ريحه البيض. وندهنوا الحبه تاعنا نديروهم يطيبوا في الفور على 200 درجه على النار تكون شويه قويه باه يطيبوا ثمثم ويجيو خفاف. بعد ما يحمروا من تحت نعاودوا نشعلوا يحمروا من فوق ونخرجوهم من الفور يكونوا واجدين معانا. هذه هي النتيجة النهائية للوصفة تاعنا لنهار اليوم. ان شاء الله تنال اعجابكم. في فيديو اخر في وصفة اخرى ان شاء الله. ما تنسونيش البنات باللايك والتعليقات الايجابية. في فيديو اخر، سلام.